في ألعاب أحيانا بتخدع عينك، بيبقى شكلها بريء وشكلها جميل وألوانها مبهجة، بس في الحقيقة أنت ما تعرفش أي حاجة عن اللعبة دي، لأنك لو دورت وراها هتلاقي وراها مصايب أنت عمرك ما تتخيلها، بل المصايب دي ممكن توصلك لمراحل الكفر. خليني كده اشرح لك بطريقه بسيطه، عشان انا عارف ان انت دماغك راحت بعيد شويه ومش عارف تستوعب الكلام اللي انا بقوله لك، بس عشان احكي لك محتاج ان انا احكي لك الحكايه من اولها. في يوم من الايام لقيت بنت اختي جايبه لي لعبه وعماله بتقول لي اللعبه دي حلوه قوي وده لابوبو مشهور. انا ما كنتش اعرف اساسا اللعبه دي، بس لما شفتها حسيت ان ملامحها فيها حاجه غلط. وطبعا لما احنا نشوف في حاجه غريبه احنا بنسكت كالعادة. بدأنا مرحلة التدوير وبدأنا نسرش ونشوف ايه اللعبة دي وايه اصلها والكلمة دي متقال عليها ليه، لغاية ما اكتشفنا مصايب سودا عن اللعبة دي. وانا قاعد بتفرج في السيرش على الصور بتاعت اللعبة دي لقيت في صورة منهم شكل شيطاني، ومن الشكل ده دخلت وكتبت لابوبو توي دومينيك اللي هو الشكل الشيطاني، والمفاجأة تطلع لي هنا وانا بدور. في اسماء لما بتظهر كده انت بيبقى عندك عليها علامات استفهام، لانها بتسيب اسلوب من الفضول ان انت عايز تعرف ايه اللي ورا الاسم ده. ولما جيت دورت ورا الاسم اللي ظهر لي اللي كان مربوط بلعبة لابوبو، هو كان اسمه بازوزو. ولما جيت ادور على الاسم ده اكتشفت ان هو اساسا شيطان، اسطورة شيطانية. بازوزو ده كان شيطان من الاف السنين، جسمه مشوه، نص انسان ونص وحش، عنده جناحات ومخالب وعينيه اوسع من الطبيعي. كانوا بيقولوا ان هو بيحب يجيب المرض والموت للناس. ده كان عنده بارادوكس غريب جدا، ان هم كانوا بيرجعوا له عشان يحميهم من شيطان اكبر، فكانوا بيحاولوا يحاربوا الشر بالشر والعياذ بالله بدل ما يلجأوا لربنا. المشكلة بقى ان اساسا بازوزو ده كان بيسيطر على الناس، مجرد ان هو يبقى موجود معاهم في مكان بيبدأ يسيطر عليهم وعلى مخهم، ده غير ان هو بيبدأ يجيب لهم الفقر والمشاكل. ولما جيت دورت اكتر لقيته ان هو كان موجود في مسلسل سيمسون، ان هو كان اثر ولقوه، ومن الاثر ده لما خدوا البيت معاه بدأ يحولهم وبدأ يخليهم ويسيطر عليهم ويعمل لهم مشاكل في البيت مع العيال الصغيرة ومع الكبار ومع كل اللي في البيت، ويبدأ يسبب لهم مشاكل هم ما كانوش واخدين بالهم منها خالص. بس في حاجة احنا عايزين نعرف هم بيستخدموه ازاي. ولما جينا نبص ونشوفوا هم ازاي كانوا بيستخدموا الشيطان ده، اكتشفوا ان الشيطان ده كان مجرد ان هو بيعمل لهم تمايم انها تحميهم من اي مشكلة. المصيبة بقى ان بعد آلاف السنين الشخصية دي رجعت في شكل لعبة مع ايد كل الناس في زمن كله فتن وكله مشاكل، واللعبة دي بقت موجودة مع كل الناس سواء كبار صغيرين فنانين ايا كان مع مين. تفتكروا بقى لما الشكل ده رجع بعد آلاف السنين، هو أصلا في الأول وفي الآخر مجرد لعبة بس، ولا في حاجة تانية ممكن تودينا كلنا في داهية؟ يا ريت ناخد بالنا احنا بنجيب ايه لعيالنا بالظبط، وندور على الحاجة اللي ورا اللعب اللي احنا بنجيبها، لأن دلوقتي اللعب ما بقتش بريئة زي زمان.